الشيخ الشعراوي الله يرحمه حكى قصة جميلة جدا عن راجل صيني. الراجل ده كان فلاح فقير وعلى قد حاله، وكان عنده حصان، وفي ليلة الحصان ده هرب، فأهل القرية راحوا يهونوا على صاحب الحصان، فقال لهم وما أدراكم أن ذلك شر، ما يمكن خير. بعد كذا يوم الناس لقوا الحصان ورجعوه لصاحبه وهم مبسوطين، فقال لهم وما أدراكم أن ذلك خير، ما يمكن رجوع الحصان ده شر. تمر الأيام وابن الراجل ده يركب الحصان فيقع من عليه ورجليه تتكسر، فالناس يروحوا لبيت الفلاح ده يهونوا عليه مصيبته في ابنه، فيبتسم ويقول لهم وما أدراكم أن ذلك شر، ما يمكن كسر رجله ده خير. بعد أقل من أسبوعين تبدأ حرب في الصين، وتبدأ الدولة تلم في كل الشباب عشان تحارب في الجيش، وطبعا راحوا لابن الفلاح ده فلقوه مكسور فما خدوهوش، ومعظم اللي شاركوا في الحرب دي يتقتلوا يا إما اتأثروا. فيشاء ربنا إن كسر رجل الابن ده يكون خير مش شر. ربنا حكيم عالم بالأمور، علمه واسع ملهوش حدود، نظرته ما تخيبش أبدا. الشخص اللي بتتمنيه ونفسك فيه جايز يكون شر، ولو اتجوزتيه هيقرفك ويسود عيشتك. الامتحان اللي اتأخرت على ما وصلت له يمكن خير، لأنك كنت هتعمل حادثة لو وصلت بدري. الإنسان اللي اتخلى عنك في عز ما كنت محتاجه يمكن خير، لأن ربنا كاتب لك إنسان أطيب وأفضل منه. الشغل، الموبايل، اللبس، تقدير دراستك، يمكن ضعف مستواك في أي حاجة منهم خير، لأن ربنا حفظك من مرض مثلا كان ممكن يجيب أجلك. اتأكد تماما إن اللي خسرته مكسب، وحاجات كتيرة ممكن مكسبها يبقى خسارة، فما تيأس على اللي فاتك وما تفرحش باللي مش عارف عيوبه. لو جبت صورة وقربتها هتلاقي جودتها قلت. ربنا نظرته من قريب، وعالم بالتجاعيد في كل مشوار انت مقرب عليه. وهو ده تفسير الشيخ الشعراوي في آية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم.